الحادث المفاجئ جاء بدون ما تعرف لحد الان الاسباب ديالو، فالحضور ديال الوقايه المدنيه والحضور ديال رجال الامن بما فيها قوات المساعده والشرطه سهل الماموريه، والان قام العمل الانتشال ديال 20 ديال الاشخاص منهم ضحيه واحده اللي هو رجل، وتعطات تعليمات على مستوى جهه الدار البيضاء على ان المستعجلات تاخذ بعين الاعتبار، وتم نقل هذوك الضحايا تم نقلهم بصفه استعجاليه الى المستشفيات ديال الدار البيضاء بما فيها المركز الاستشفائي ديال بن رشد، وتم اتخاذ العنايه ان شاء الله الكامله، وتعطى التعليمات على اساس ان الناس يتخذوا بعين الاعتبار وتقدم لهم المساعدات الضروريه واللازمه، وكيقولوا على اساس ان يمكن باقي بين 5 حتى 10 ديال الناس اللي باقي الان، وراكم كتشوفوا الوقايه المدنيه كتقوم بالعمل ديالها من اجل امتثال هاد الناس هادو اللي باقي يشك انهم باقيين لداخل، وغتكون ان شاء الله حتى مصاحبه اجتماعيه لهاد الناس هادو اللي غادي يتم المرافقه ديالهم على مستوى. في المفجع بعث جلالة الملك محمد السادس برقيات تعازي ومواساة لأسر الضحايا، كما قرر جلالته التكفل شخصيا بتكاليف الدفن وبعلاج المصابين. جلالة الملك أصدر أيضا تعليماته إلى السلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لأسر الضحايا. تسجل الضحايا. هذا وأفادت مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر أن عناصر الحماية المدنية تمكنت من وضع حد لانتشاره بعدما تم إجلاء السكان. واندلع الحريق بفعل الرياح في حدود الساعة 9:12 من مساء يوم أمس الجمعة. وتحقق ولاية الجزائر في أسباب هذا الحريق، وتؤكد أن 80 عائلة تضررت من جراء هذا الحريق، وأنها ستعمل على إعادة إسكانها في أقرب الأجال. الحمد لله عطاونا كاع بريزون شارج، كاع قال لك ما حاجه ما تمسح، حنا نتكفلوا بكم. أقل من 24 ساعة تكفل تام بالعائلة المتضررة من حريق العمارة بحي عجيسة معمر بباب الواد. كانت في رمش تعين كلش تبدل، رمش تعين والحقها مبينة من مأكولات من كل حاجة، وتانيك عوضوا لنا كل شيء. صلالت فينا الحكومة تحيا بوتفليقة الحمد لله، وكتر خير الدولة، كتر خير بوتفليقة، وكتر خير كاع هادوما كاع. تجهيزات منزلية من أثاث ولوازم ضرورية سخرتها الولاية للمستفيدين. تمت اليوم عملية إسكان 68 عائلة اللي منكوبة وتضررت من الحريق اللي مس عمارة ببلدية باب الواد. إضافة إلى عملية الإسكان كان هناك إجراءات إضافية تكفلت بها ولاية الجزائر، هي تجهيز هذه السكنات بالوسائل الكهرومنزلية، أدوات الإطعام، وحتى بعض المواد الغذائية باه نساعدوا هذه العائلات اللي فقدوا كل الأشياء في الحريق. ترحيل فوري يعكس حرص الدولة على التكفل التام بمواطنيها، وتحكم في الوضع يعكس أيضا جهود أعوانها في كل الظروف.